بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن موضوع انسحاب الزمالك من السوبر، ان ميدو بيقول لك انسحبوا مع انه زلنطحي زي الزلنطحي رئيس النادي، وهزازين الرؤوس بتوع قناه الزمالك اللي احنا عارفينهم يعني برضه بيقول لك انسحب. يا جماعه، حكايه كهربا دي وحكايه لجنه التظلمات مرتضى نفسه جاوب عليها لما قال لك انا عملت استشكال عشان كده رجعت رئيس نادي الزمالك وما بقتش معزول. طب ما هو كهربا عمل تظلم، والتظلم يوفي عقوبه، انت جاوبت شكرا، الموضوع خلص. اما بقى بالنسبه لمباراه الاهلي بكره ورجاء، مهمه جدا. الاهلي مطالب ان هو يعدي اول ربع ساعه بطريقه لذيذه، ما يستقبلش اهداف ويلعب على المرتده ويفاجئ الرجاء بكره هيخش مش خسران حاجه قدام جمهوره، هينزل بيقاتل. فانت حرفيا تضربه بمرتده الثانيه تك، المرتده الثانيه تك، تقدر تخلص. مش عايزين بكره ضياع، ان شاء الله التركيز يبقى هو مفتاح الفوز. حاسس ان بيرسي تاو وكهربا يبقى ليهم الدور الاكبر، ومعاهم حسين الشحات. بالتوفيق.